حبيت القمر من نظرة تعتبر شرعية، ما تجاوزت فيها محذور وفق أصولنا الفقهية، ما خالفت فرقة فيها سنية ولا شيعية، حتى الشافعي ودليله من آيات قرآنية، حتى الشافعي ودليله من آيات قرآنية. أول ما رأتها عيني ما ظنيتها إنسية، أما هي ملاكا منزال ولا إنها حورية، أما هي ملاكا منزال ولا إنها حورية. شيلة كتبا كلماتها الشاعر أبو صقر حميد الصماط وتحكي ما فيها. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. حبيت القمر من نظرة تعتبر شرعية، ما تجاوزت فيها محذور وفق أصولنا الفقهية، ما خالفت فرقة فيها سنية ولا شيعية، حتى الشافعي ودليله من آيات قرآنية، والجمهور قالوا جايز لكن بشرط النية، والنية وربي كانت دينية وإنسانية. أول ما رأتها عيني ما ظنيتها إنسية، لو قالوا لي إنها إنسان لأقول إنها حورية، حسيت السماء من تحتي والأرض أصبحت سطحية، والدنيا بني تتحرك مثل الهزة الأرضية. يوم شفت القمر قدامي بالعين أصبحت مرئية، ما صدقت إني حست بإشعاعاته الضوئية، كانت كالقمر لا عصبة بدرا والنجوم مضية، طفى نورها وضياها على المجموعة الشمسية، حسيت إن قلبي طاير وإن الحالة النفسية ما عادت كما كانت قبل، صارت راضية مرضية. حين شفت إنها تنظر لي نظرة خاطفة سحرية، نظرة طيرت لي عقلي خلتني بلا عقلية، والنظرات منها كانت ترمي كالشرر صدرية، صابتني بلا ما أشعر في أعضائي القلبية، واطلعت في عينيها شفت العطف والحنية، وريت البراءة فيها كانت ظاهرة مخفية. هذا ما حدث لي فعلا ليست حادثة وهمية، لأن الكل يعرف طبعي قول الصدق والجدية، ما أحب الكلام الفاضي ولا بحث عن الشعبية، ما دام إني لي جمهوري بتعامل بإيجابية، واللي يستمع له راية لقى له الحرية، ما بيني وبين الجمهور ماشي بيننا سدية، ما حسيت بها وعشته بقوله لهم جهرية، ما خبي عليهم حاجة حتى لو تكون شخصية، فاغلبهم بيعرف عني كل سيره الذاتية، لخصت الحدث في شيلة عبره للوفا حصرية، وابو عزة افضل شاعر عنده موهبه نوعية، واعماله قوية جدا مثل حباله الصوتية، ما بسمح لواحد غيره نشر ابياتي الشعرية، هذا الفصل الاول حطه يا ابراهيم مثل خلفية، والفصل الاخير المحزن يتحدث عن القومية، تدوي الضمير توفى متى لم تكن مرضية، وتخيل حياة الإنسان عايش دون إنسانية، من ثم المودة سئلت بي الذنب صرت ضحية، حاولت أن أجاوب وأسأل غيري في جهة معنية، وإن الكل بيعامل حب القسوة وبالروحية، ما والله قدرت أعمل شيء حتى أغير السلبية، قررت إني أبقى صامت وأتعامل بلا ودية، وأتحمل وجرح دمي وجراح الزمن وهمية، والبارئ رقيب الإنسان هو ذي مطلع فيه، ما والله معي فيها شرقية ولا غربية، من ما عزني عزيته عبر قناتي الرسمية، والكاره لحبي جهرا له مني أعز تحية،